يا صباح الفل ويا صباح الورد ويا صباح الياسمين على احلى عيون متابعينا في الدنيا. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صباح الورد بجد بجد. اليوم النهارده بصوا خدته سريع كده 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 ازاي مش عارفه. اهم حاجه حط اللايك بتاعك الحلو، الاشتراك عشان يوصلك كل جديد مني وتبقي من العيله بتاعتنا الحلوه. جبت بقى بطاطستين اتنين حلوين كده. ايه قلت لا يا بنتي يا ساره بقى ايه، قعدت افكر اعمل ايه خصوصا ان انا والله العظيم اليومين دول تعبانه جدا، يمكن باين عليا إيه، انيميا بقى ولا ايه، انا مش عارفه والله العظيم. ادعوا لي ربنا يا رب يعدينا من الفتره دي على خير ويشفينا ويشفي كل مريض يا رب. قشرت بقى البطاطستين خلاص، جبت معاهم فص توم، طبعا حاطه الحاجه دي بره باب الشقه يعني. فكنت خرجت جبت يعني بجيب راس توم، لقيت البطاطس حلوه بصراحه، اخر بطاطس احنا جايبينها. المهم ان انا عندي بقى ايه بتنجان، عملته يعني حمرت البتنجان، هنعمله الحدق مع بعض حالا. بس انا ايه قلت اقطع البطاطس الاول. مهم السكينه كانت بارده جدا جدا جدا، يعني مش عارفه ليه، يمكن هي دي الوحيده اللي انا ما خليتش ابو مهيد يعملها لنا، ممكن. يلا بقى ايه، جبت سكينة تانية كبيرة كده عشان اعرف اتملك منها، لان السكاكين معظم السكاكين كلها حامية. في سكينة واحدة بس اللي كنت سايباها عشان اعمل بيها، هي دي اللي ما عملتهاش. انا هنا بقى كنت ايه، قلت انا هقطع البطاطس واسيبها في مية لحد ما اشوف ايه يعني هعمل ايه، يعني ايه اخلي البطاطس في الاخر خلاص. المهم ان انا عايزه اقول لكم، انا بشكركم جدا، الناس اللي بتتابعني دايما باستمرار وكده وبتقعد تعلقلي في الفيديوهات، بجد شكرا. اهم حاجه لو انتم مش عاملين اشتراك للفيسبوك اعملوا اشتراك للفيسبوك. لو انتم مش عاملين اشتراك لليوتيوب اوعوا تنسوا تعملوا الاشتراك علشان فيديوهاتنا تنزل لكم اول باول وتعرفوا احنا بنعمل ايه وخرجنا ولا رحنا ولا جينا. كل الفيديوهات ان شاء الله ان شاء الله بامرك انت يا رب. انا بحاول قدر الامكان ان انا انزل لكم يعني اليوم بيومه علشان تتابعونا وتتفرجوا علينا. انا طبعا يا جماعه ببقى صاحيه من النوم مثلا الساعه 2، بفتح لايف ساعتين ولا ساعه، وبعد كده اعمل لكم الفيديو. وبالليل بعد ما اتغدى وكده وخلاص خلصت اللي ورايا بمنتج لكم الفيديو وانزله. انتوا طبعا عارفين ان انا ايه كل حاجه معاكم وكل حاجه بعرفها لكم وبقول لكم انا بعمل ايه والاكل بنعمله ايه النهارده، لو في روتين ولا حاجه بصوره لكم. انما لا، انا سايبه قلت فيديو الروتين بتاع الشقه ده لازم يبقى فيديو لوحده. يعني ايه ابدا اليوم من اوله كده في الترويق ونشوف احنا هنعمل ايه ونظبط الدنيا، بحيث ان الجو اصلا يعني الجو ساقعه، وانا مش عايزه اشيل، يعني مش عايزه اشيل حاجه، مش عايزه اسقع الدنيا، فاهمين؟ بس النهارده اللهم صل عليك يا نبي، النهارده التلات خلاص يا جماعة، رمضان على الابواب، ما عادش فاضل حاجة. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يجعلها ايام السعد والهنا على قلوبكم يا رب جميعا ويرزقكم، يعني يجعل الايام الجايه كلها خير وهنا وانبساط عليكم كلكم يا رب ان شاء الله. قولوا امين، قولوا امين، انتوا ساكتين ليه؟ المهم تعالي بقى، احنا خلصنا شويه البصل الحلوين بتوعنا دول، البطاطس. البصل ايه يا ساره انتي روحتي فين؟ المهم معانا بقى ايه، شويه يعني راس توم كده، هاخد منها 5-6 فصوص توم يعني على حسب. انا عايزه اقول لكم اصلا ان انا فرست صلصه، كان في واحد بتاع طماطم معدي تحت البيت ولقيته بيقول لي التلاتة ب20، فانا جبت منه 3 وفرستهم. علقت عليهم الاول، نضفتهم كويس وعلقت عليهم زي ما هم كده، نص طماطمايه، يعني الطماطمايه قطعتها 4/4، علقت عليها مع 2 ميه، علقت عليهم كلهم. فلقيت ايه، سبتها تبرد بقى، يعني ضربتها بالهاند بلندر بعد ما خلاص يعني استوت، ضربتها بالهاند بلندر وركنتها على جنب وحطيت فيها شويه السكر. يشق الي بقى الراجل اللي كان معدي وانا خدت منه بعدها بالليل بعد ما اتغدينا وخلصت، وقلت الطماطم اسيبها تبرد بقى عشان افرزها.
لقيته معدي تاني بيبيع ال4 كيلو ب20 جنيه. ايه ده؟ ومش ده اللي انا جايبه منه؟ لقيته هو اللي انا جايبه منه. المهم قلت ايه، فسالت، قلت لابو مهيد اساله العدايه ايه، قال لي العدايه ب100 جنيه. فانا كنت بيني وبينكم عايزه اجيب عدايه، بس حسيت ان هو طالما خلاها ال4 يبقى ايه، يبقى اللي هي مش حلوه اللي معاه. المهم جبتهم وكده وقعدت انضف فيهم. الطماطمايه كويسه وما فيهاش حاجه. اجي ابص، معلش يعني انا اسفه في اللي انا هقوله لكم، الاقي فيها دود. والله زي ما بقول لكم. قعدت الحلوة خدتها والوحشة شلتها خالص، وعلقت عليها. حاولت ان انا اللي مش حلوة هرميها خلاص بقى، ما قداميش حل غير كده. قلت فعلا والله العظيم هو خلاها ال4 ب20 عشان الطماطم دي مش زي الطماطم اللي انا واخداها بجد. المهم فمش اي حد يبيع طماطم رخيصة نروح نجري عليها، بلاش يعني. حطيت بقى شوية التوم بتوعنا الحلوين عليهم بقى فلفل من شطة من اللي احنا حطيناها في الفريزر دي، وشوية خل والتوم وليمون. المهم يعني عايزه اقول لكم ان اصلا العلبه اللي كانت موجوده حالا اللي هي بتاعه الفلفل ده علبه حد اصلا، انا عاملاها في الفريزر. عندي علبه كمان، دول علبتين. كنت جايبه يوم السوق كمان جزر 2 كيلو ب10 جنيه، بشرت نصهم وقطعت شويه مكعبات وشويه حلقات علشان لو الشوربه وكده والحاجات اللي زي دي، وحطيتهم برضو في الفريزر. كل ما بنزل وحاجه تعجبني والله لازم نفرزها. التفريزات بقى المهمه بقى اللي انتوا عايزينها بقى، زي مثلا الفراخ. ان شاء الله اول ما الفراخ بتاعتي تكبر اللي عند ماما ان شاء الله بأمرك انت يا رب، هنجيبها ونظبطها ونقطعها ونتبل كل حاجة فيهم لوحدها، ونجيب علب ونجهز حاجتنا. خلاص اتفقنا. طبعا انتوا متخيلين ان فيديوهات رمضان مثلا هتبقى كلها اكل وكده؟ لا، ان شاء الله بأمرك انت يا رب لازم نعمل فيديوهات حلوة بالليل وقعدة حلوة ونفتح لايف مع بعض ونتابع كل حاجة مع بعض ان شاء الله بأمرك انت يا رب من غير مقاطعة. لازم الفيديوهات تبقى مختلفة. وطبعا انتوا عارفين لما بيجيلي فرصة ان انا اعمل لكم فيديوهات جديدة وحاجة مختلفة ما بتأخرش عليكم. مش عارفة انا عايزة انام ولا ايه. المهم طبعا حطيت كمون وكزبرة وملح بس على الحوض، ما بعملش اي حاجة تانية. ساعات ببشر طماطم وساعات لا، مش اكيد يعني. المهم ان انا اصلا كنت هجيب بقى، رحت دلوقتي سبتكم ورحت عشان اجيب شوية رز واحط عليهم شوية عدس. بصوا ان الرز ما فيهوش حاجة، حلة كويسة وزي الفل، الرز ما فيهوش حاجة. جبت بقى شوية عدس كانوا عندي في الكيس كده، ده يعني حسيتهم شوية صغيرين يعني، بس لا بجد زبطوا الدنيا. هنروح بقى نقلبهم في بعض كده، وهم طبعا مفهومش حاجة، نغسلهم غسلة كويسة جدا تحت الحنفية ماشي. وهنقلهم في طبق بلاستيك علشان عايزة الحلة دي نحط فيها البصل. هحط بصل للرز الكشري. رحتوا فين؟ خليكم معايا، اوعوا تروحوا في حته. عايزه اقول لكم مهيب بيسلم عليكم، وابو مهيب بيسلم عليكم كتير 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 بجد. المهم بقى وانا مش عارفه اتاخرت كده ليه، اندهوا عليا يلا. بص جبت حله كنت بغسل الرز، جبت حله هحط فيها بصلايه، هاخد 3/4 البصلايه والربع التاني هسيبه للسلطه، مش عشان قعدت ادور على بصل لقيت البصل الكبير. المهم ده هو رز على عدس غسلناه نسيبه على جنب. البصلايه بقى نقطعها في الحله وعليها معلقه زبده وشويه زيت، وهنحمرهم نص تحميره بس. المهم كنت عايزه اقول لكم حاجه ضروري. انتوا رايكم ايه؟ ننزل مع بعض نجيب حاجه رمضان ونعينها ونعمل فيديو بعد كده واحنا بنفرشها وبنجهز الحاجة، ولا نستنى قبل رمضان نجيب الحاجة ونفرشها في فيديو واحد؟ عايزاكم تكتبوا لي في الكومنتات انتوا عايزين ايه بالظبط علشان افهم انتوا يعني ايه اللي انتوا عايزينه عشان اعمله لكم.
اتفقنا. المهم برضو يعني نسيت وحطيت السكينتين جنب بعض، جيت اجيب واحده لقيتها لقيتها مش هي. المهم تعالوا بقى ايه كده، مفضلش حاجه خلاص. البتنجان خلص، البطاطس هتتحمر، الرز هنعلق عليه، هنعمل بس شويه سلطه بس لما نعلق على الرز عشان ايه هيبقى فاضل البطاطس بس. المهم ان انا ايه خدت شويه بصل كده وهعين الحته دي عشان نحطها على السلطه. بحب الاكله دي قوي قوي قوي. هتقولوا لي يا ساره ما عملتش بيض جنبها ليه؟ اقول لكم بقى ما عملتش بيض ليه. عشان ابو مهيد عنده برد، ومهيد تعبان، وانا كمان لو كلت بيض مش عارفه ايه اللي يحصل لي، البرد هيزيد عندي للاسف. مش هعرف اكل بيض للاسف. طبعا ايه انا بظبط الرينج لايت بتاعتنا دي عشان ايه تبقى الحاجه تمام زي الفل. بصوا المكرونه اللي وعدي، مهيد كان عايز ياكل مكرونه الصبح وسلقت له مكرونه، فالحتتين دول وقعوا مني. المهم هنحمر البصلايه مش تحمير قوي، مجرد بس ما تغير لون، وهننزل عليها بالرز بس. فهستنى بقى رايكم في التعليقات تقولولي عايزين نعمل الفيديو بتاع حاجة رمضان لوحده، يعني نجيب الحاجة ونعينها ونفرش يعني فيديو تاني مع بعض، ولا نجيب ونفرش على طول؟ اللي انتوا شايفينه قولولي بقى انتوا ناويين على ايه وعرفوني. يلا بقى ايه البصلايه بدأت تدخل في السوا خلاص. كل شويه ايه بروح اقلب فيها كده عشان ما تتحرقش. انا اصلا كنت واقفه جنب مهيد ساعتها كان عمال يعيط ويزن، انا كنت عايزه اتكلم معاكم في الفيديو بس للاسف ما عرفتش، والله ما عرفتش. معلش بقى احنا اسفين، حقكم عليا، ما نقدرش نزعل متابعينا الحلوين. بصوا انا عايزه بقى كل اللي مش عامل اشتراك ينزل يعمل اشتراك حالا حالا حالا. اللي ما حطش اللايك يحطه، يعني فضل وليس امر. الناس الحلوه دي تحط لنا اللايك بتاعنا الجميل، واللي مش مشترك في القناه يعمل اشتراك. تعالي بقى ننزل بقى ايه بشويه الرز على عدس بتوعنا الحلوين دول. ما تستغربيش ان احنا عاملين رز على عدس النهارده، ما انا زهقت بصراحه، ما بقتش لاقي حاجه اعملها. كنت عايزه اعمل محشي، حسيت ان انا اكلت محشي كتير الايام اللي فاتت. في ايام ما كنتش بفتح لكم فيها فيديوهات، فالايام دي كنت بعمل حاجات انا عملتها قبل كده، فاهمين؟ لما بعمل حاجه جديده بصورها معاكم. لو في حاجه انا عملتها قبل كده بحس ان انتوا مليتوا وزهقتوا، فما بضطر ان انا ما اعملش فيديو ده، اعمل حاجه تانية او ما اعملش اصلا. قولولي بس انتوا حابين ايه وعرفوني عشان نعمل لكم كل حاجه في يعني من اللي في الكومنتات. واي حد هيسالنا على سؤال الفيديو الجاي هنرد عليه ان شاء الله. الناس اللي بتسالنا على اي حاجه متخيلينها اكتبوا لنا بس في الكومنتات ايه، وان شاء الله الفيديوهات الجايه هنرد على كل الاسئله وبالاسامي عشان محدش يزعل. اتفقنا. نزلت بقى ايه بشوية مية عليهم واحدة مرقة دجاج فراخ، يعني انا جبت لحمة وجبت فراخ بس انا هحط الفراخ. ونزلت بشعرة بسيطة قوي 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 من الكمون، يعني حاجة ما تتذكرش، بس مش هحط حاجة تاني، هظبط بس الملح بتاعهم وخلاص. اتفقنا. هنغطيها بقى، هنخلص الحلة دي ونغطيها ونروح بقى نجهز السلطة بتاعتنا. طبعا هي ما كانتش محتاجة ملح كتير ولا حاجة، خلاص كل حاجة زي تمام. بصوا في ثانية المية بتتشرب. بصوا الطماطم ما شاء الله جميلة وناشفة. الطماطم دي انا كنت جايباها في الفيديو اللي هو اصلا بقالي 3 ايام بحمل فيه. الطماطم دي كنت جايبة الاتنين ب25، وكان في 1.5 كيلو ب10، وكان في 1.4 كيلو ب10. تمام. في كده وفي كده ماشي. المهم ان انا ايه يوميها في السوق بصراحة كان في حاجات كتير، بس في حاجات يعني مش حلوة. كنت انا اصلا نازله السوق ده متاخر، وانا قلت لكم في الفيديو ان انا نزلت السوق ده متاخر. عشان انزل السوق نزلت في توقيت متاخر جدا، على ما مهيد جه اتغدينا ونزلنا، كان حوار بصراحه. المهم ايه عايزه اخد رايكم في حاجه. انتوا عارفين ان انا بصدق اتكلم معاكم والله العظيم.
آه انتوا حابين الفيديوهات بتاعتنا تبقى افكارها ازاي؟ يعني انتوا حابين ان احنا نصور لكم الفيديو من اول ما بنقوم من النوم لحد العشاء، ولا تحبوا اعمل لكم الفيديو عبارة زي ما انا بعمله كده دلوقتي؟ يعني بصورت لكم انا بعمل ايه في الغدا وخلاص، مش اول ما صحيت من النوم، مش اول ما قعدنا واتغدينا انتوا حابين كده ولا لا؟ بس انا بصدق والله العظيم ان انا اقول لكم على حاجه عشان اخد رايكم واشوف الفيديوهات اللي انتوا بتحبوا تتفرجوا علينا فيها ايه عشان اعملها لكم. المهم، آه عايزه اجيب فاكهه. اجيب مثلا فراوله. انتوا عارفين الفراوله اليومين دول ب20 وب15 وب25. انا كنت عايزه اجيب شويه فراوله عشان افرزهم في الفريزر، خصوصا ان انا اليومين دول، يعني الاسبوع اللي فات كلت فراوله كتير. اظن انت شفت في الفيديو انا كنت جايبه فراوله قد ايه كلتها. فحسيت ان انا تعبانه بصراحه، يعني عملت لي حساسيه والمهيد، مش عارفه ليه، لان كلنا كتير منها. بصراحه كانت حلوه، بس انا بقى هستغل الفرصه ان هو اليومين دول في فراوله وكده، وايه هجيبها واخزن منها. انا كمان بخزن اليوستفندي، بقطعه حلقات ونشيل منه البذر ونحطه في الفريزر. انا يعتبر بقى عندي دلوقتي في الفريزر في التفريزات كرنب، وبقى عندي جزر مبشور وحلقان، واللي هو المتقطع صغير ده. ما عنديش بسلة، لا عندي قلقاس. عندي صلصة، بس طبعا الصلصة دي مش هتقضيني، لا دول 4 كيلو و3 كيلو، يبقى دي 7 كيلو، ده مش هيعمل لنا حاجة. اتفقنا. فاحنا بقى هنعمل ايه ان شاء الله؟ ان شاء الله الاسبوع الجاي نجيب قدهم ونفرز تاني، عشان انا يا جماعة مش بنزل السوق الا كل اسبوع، وانا بيبقى عندي التفريزات، يعني في الفترة اللي بيبقى عندي فيها التفريز ده في الفريزر، انا بستغل الفرصة وباخد غصب عني. يعني انا مثلا ما عنديش طماطم اضربها في الخلاط واسبكها اليومين دول، بضطر اخد من بتاعة رمضان، فاهمين؟ بس فان شاء الله ان شاء الله بامرك انت يا رب، ما ننزل الاسبوع الجاي نشوف في ايه تاني نخزنه غير الحاجات اللي احنا جبناها. طبعا بقى تعالي اقولك بقى طبق السلطه بتاعنا المحترم ده: طماطمتين 2 على خيارايه على جزرايه مبشوره على شويه خضار حلوين كده على ليمونه وشويه خل وملح وكمون، بس مش هنحط حاجه تاني. عندي فلفل الوان، كنت عايزه اقطع فلفل الوان، بس حسيت ان الموضوع كده كويس. حته البصله بقى اللي سبناها من البصل حطيتها. يلا خلاص خلصنا. بصوا بقى الرز خلاص كان استوى، البطاطس اتحمرت، بطاطس جميله 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 بطريقه ما تتخيلوهاش. اقسم بالله البطاطس بجد حلوه، نوعها حلو. لو اعرف انها حلوه كده كنت زودت. طبق البتنجان بتاعنا الحلو. يلا اشوف وشكوا على خير، سلام.